كل مشروع إنشائي بتبدأ الرحلة بخطة ورسومات وبنود متفق عليها في العقد. بس الحياة في الموقع مش دايما ماشية على خط مستقيم. فجأة الاستشاري بيطلب تغيير، العميل عايز يضيف شغل، ظروف الأرض اتغيرت أو التصميم نفسه طلع محتاج فيه تعديل. ساعتها بند الفاريشن بيدخل معانا المسرح. البند اللي ما تفهمش صح ممكن يحول المشروع من خطة منظمة لفوضى فنية ومالية وزمنية. علشان كده الحلقة دي هنفكك كل ما يخص الفاريشن، وهنفهم مع بعض امتى ينفع نغير، التغيير بيتحسب ازاي، ايه شروطه، وازاي بنستخدمه بامان من غير ما نفتح على نفسنا باب من الخسائر. انا مش جاي اشرح لك بند قانوني، انا جاي اشرح لك اداة حقيقية بتغير مسار المشروع. يلا نبدأ. خلينا نبدأ بالتعريف. في الفيديك في سب كلوز 13.1 بيقول ان الفاريشن هو اي تغيير في السكوب المتعاقد عليه، بشرط ان يكون التغيير ده صادر من الاستشاري وبموافقة العميل، وممكن يشمل 6 حالات. اولهم تغيير في كميات الاعمال، او تغيير في الجوده والخصائص الفنيه، او تعديل في المناسيب او الابعاد او اماكن التنفيذ، او حذف جزء من الاعمال، او اضافه شغل جديد او مواد جديد او تجهيزات، وتغيير في ترتيب التنفيذ او توقيت. البند هنا بيذكر 6 حالات بس عمليا نقدر نختصرهم في 3 انواع رئيسيه بيقابلهم كل مهندس في اي مشروع. اولا اضافه الاعمال اديشنال وورك، ده بيحصل لما العميل او الاستشاري بيطلب شغل مش موجود في العقد الاصلي. النوع ده من التغييرات ممكن يشمل بنود جديده اصلا ما اتذكرتش في البيل اوف كوانتيتي، او اعمال كانت متوقعه بس ما تمش حصرها وقت التعاقد بدقه، وتجهيزات او اختبارات اضافيه مطلوبه عشان التشغيل او الاعتماد. تخيل مثلا ان شبكه الميه محتاجه غرفه اضافيه ما كانتش متخطط لها، هنا الاستشاري من حقه يصدر تعليمات بتنفيذها طالما المشروع لسه في مرحله التنفيذ. اما تاني حاجه هو تعديل في النطاق او طريقه التنفيذ، التشينج ان سكوب اور ميثود، ده النوع اللي بيحصل فيه تغيير من داخل التصميم نفسه لكن بدون اضافه بند جديد. التعديل هنا ممكن يكون في الكميات تزيد او تنقص، المواد نستخدم خامه مختلفه، او المواصفات الفنيه تتغير، او الابعاد او المناسيب، او ترتيب التنفيذ، او الميثود اوف كونستراكشن. يعني مثلا لو تم تغيير نوع المواسير من يو بي في سي الى جي ار بي بسبب اعتبارات فنيه او هيدروليكيه، ده بيعتبر ايه فاريشن بس مش من نوع الاديشنال ورك، ده هو من نوع التعديل القائم على بند موجود في البيل اوف كوانتيتي. ثالث حاجه هو حذف الاعمال الاوميشن اوف وورك، ساعات بيتم حذف بند كامل وده مسموح لكن بشرطين. اول حاجه ان الحذف ما يكونش بهدف تحويل الشغل لطرف تاني بدون اتفاق الاطراف كلها، وتاني حاجه ان الحذف ما يكونش فيه نيه للالتفاف على الاسعار او الاضرار بالمقاول. وعندنا نص صريح في الفيديك في السب كلوز 13.1 بيقول a variation shall not comprise the omission of any work which is to be carried out by the employer or by others unless otherwise agreed by all parties. يعني مثلا لو في بند خاص بانشاء سور واتشال من العقد، ده طبيعي ومسموح بيه، لكن لو اتشال علشان يروح لمقاول تاني بدون موافقه المقاول الرئيسي، دي مخالفه صريحه للسب كلوز 13.1. الانواع دي هي الاساس اللي بيتبني عليها كل النقاش حوالين الفاريشن، لكن اللي بيتحكم في اللعبه فعلا هو مين اللي ليه سلطه التغيير وازاي. في الفيديك كان واضح جدا في النقطه دي، السلطه الرسميه لاصدار التغييرات موجوده عند الاستشاري، وده بيتم بطريقتين نص عليهم السب كلوز 13.3. الطريقه الاولى هي التعليمات المباشره الانستراكشن، الاستشاري يقدر يصدر تعليمات مكتوبه للمقاول بتنفيذ تغيير معين، وده بيسمى فاريشن انستراكشن وبتكون ملزمه للمقاول، لكن في شرط اساسي التعليمات تكون مكتوبه وواضحه وتحت مظله العقد. الطريقه الثانيه هي طلب تقديم عرض بروبوزال ريكويست، وده بيحصل لما الاستشاري ما يكونش لسه متاكد من قرار التغيير، فيطلب من المقاول يقترح حل فني او مالي للتعديل المطلوب. المقاول هنا بيقدم عرض تفصيلي في الكوست وفي التايم امباكت وفي الميثودولوجي، وبعد كده الاستشاري يراجع العرض ولو وافق يحول الطلب لتعليمات رسميه. لكن خلي بالك في كل الحالات ما ينفعش المقاول يبدا تنفيذ اي تغيير من نفسه حتى لو التغيير واضح ومطلوب فنيا، طالما ما وصلتلوش تعليمات رسميه من الاستشاري بالتنفيذ، الا لو في حاله طارئه بتمس السلامه او الجوده، ساعتها لازم التوثيق يتم بعد التنفيذ مباشره، لكن برضه لازم توثيق ليها. يعني باختصار الاستشاري هو صاحب قرار التغيير، والمقاول شريك في التقييم والتنفيذ بس مش صاحب القرار. وعلشان التغيير يدخل حيز التنفيذ لازم نعرف الخطوات الرسميه خطوه بخطوه، وده اللي هنعرفه دلوقتي. في الفيديك شرحها بالتفصيل في السب كلوز 13.3 تحت عنوان فاريشن بروسيدور. الاجراءات الرسميه لاصدار الفاريشن بتكون على حسب كل حاله. عندنا مثلا في حاله اضافه الاعمال اديشنال وورك، الاستشاري بيقدم مبادره يصدر تعليمات مباشره للمقاول بتنفيذ التغيير كانستراكشن تحت سب كلوز 13.3.1، او يطلب من المقاول يقدم بروبوزال، ده بيشمل السعر وبيشمل التايم امباكت وطريقه التنفيذ. تاني حاجه رد المقاول لازم يرد خلال مده محدده، عاده بيكون 28 يوم او زي ما منصوص عليها في العقد، والرد بيكون محتوي على التحليل الزمني والمالي وتوضيح اي اعتراض محتمل زي نقص في الخامه او ضرر على السلامه او تاثير البيئي. ثالث مرحله هي مراجعه واعتماد التغيير، الاستشاري بيراجع العرض ويقرر يا اما هياكد يا هيعدل يا هيلغي الطلب، ولو تم التاكيد المقاول ملزم بالتنفيذ فورا. بس خلي بالك المقاول لا يجوز له تنفيذ اي تغيير الا بعد ما توصله تعليمات رسميه، اي تنفيذ بدون ورق ممكن يترفض
كليا اثناء وانت بتعمل الكليم، باستثناء حالات الطوارئ اللي بتمس طبعا السلامه او الجوده، لازم تتوثق برضه بعد التنفيذ. تاني حاله التعديل للتشينج ان سكوب اور ميثود. الاجراءات مشابهه تماما لاديشنال وورك، لكن الغالب ان التعديل بيجي بناء على احتياج هندسي او كوردينيشن، زي مثلا تغيير ترتيب التنفيذ او تعديل نوع الخامه او اعاده توزيع الابعاد او المناسيب. زي مثلا لو العميل طلب خفض منسوب ارضيه منطقه معينه، ده معناه تغيير في اعمال الخرسانه والسباكه. هنا لازم يصدر تعليمات رسميه وواضحه من الاستشاري قبل تنفيذ اي حاجه. ثالث حاجه في حاله الاوميشن اوف وورك، حاله حذف الاعمال، برضه نفس المبدا، لكن لازم نخلي بالنا من نقطتين رئيسيين. اول حاجه الحذف لا يجوز له بهدف اعطاء الشغل لطرف ثالث الا بموافقه المقاول الرئيسي. وتاني حاجه لازم يقيم تاثير الحذف ده على تكلفه المشروع والبرنامج الزمني. لو عندنا مثلا بند اعمال كهرباء اتشال واكتشف المقاول ان المالك هيسنده للمقاول تاني، المقاول من حقه يعترض ويطلب توضيح رسمي، ولو ما اتفقوش لازم يكون في نزاع تعاقدي حقيقي وممكن يوصل للتحكيم. طيب لو المقاول نفذ التغيير او قدم بروبوزال واضح، السؤال دلوقتي نحسب له الفلوس ازاي؟ في كلوز 13.3 بيقول ان تسعير الفاريشن بيتم للرجوع للكلوز 12 من الفيدك اللي بيتكلم على الايفالويشن. وعلشان الموضوع ما يبقاش عشوائي، الفيدك حط نظام اولويات لتقييم الفاريشنز، وده بيكون على حسب الحاله. يعني مثلا في حاله اضافه الاعمال الاديشنال وورك، لو الشغل الاضافي مشابه لبند موجود في البيل اوف كوانتيتي بيطبق عليه نفس السعر. لكن لو البند جديد تماما نيو ايتم، المقاول بيقدم تحليل سعر كوست بريك داون، وبلس ان الاستشاري بيراجعه وبيقر ان السعر دون او يعدله، ويتم الاتفاق على السعر الجديد نيو ريت قبل التنفيذ. يعني مثلا لو اعمال حفر اضافيه، بنستخدم نفس سعر بند الحفر اللي موجود في البيل اوف كوانتيتي ونغير الكميه. لكن لو اعمال حقن كيماوي جديده، المقاول بيقدم سعر وبيتحلل وبيتوافق عليه من الاستشاري. ثانيا في حاله التعديل في التشينج ان سكوب اور ميثود، التعديل في الماده او الطريقه ممكن يرفع او يقلل السعر على حسب نوع الخامه، طريقه التنفيذ سواء يدوي ولا ميكانيكي، ظروف التنفيذ. مثلا لو تغيير كابلات من النحاس الى الومنيوم، المقاول هيقدم سعر جديد والمهندس يراجع ويعمل التقييم بناء على السوق والتحليل الفني. لكن في حاله الحذف الاوميشن اوف وورك، الامور هنا بتكون بسيطه وواضحه، بنحسب القيمه المحذوفه، السعر في البيل اوف كوانتيتي الكميه اللي اتلغت. لا يجوز تقليل السعر بنسبه تعسفيه، ولا يحق للمالك انه يفرض سعر حذف جديد. ونخلي بالنا ان الحذف بغرض تنفيذ العمل عن طريق مقاول اخر بدون موافقه المقاول الرئيسي هي مخالفه لبند 13.1. وكمان كل فاريشن سواء اضافه او تعديل او اوميشن بيأثر على القيمه الاجماليه للعقد والبرنامج الزمني لو ليه تاثير على كريتيكال باص، وكمان بيأثر على الدفعات والمستخلصات. ولما يزيد التاثير بشكل ملحوظ بنصدر فاريشن اوردر او كونتراكت ادندم، الملحق التعاقدي، وهنتكلم عنه كمان شويه. احنا عرفنا ان كل فاريشن له تاثير مالي، بس السؤال اللي ما ينفعش يتنسي هو هل التغيير ده هيأثر على مده تنفيذ المشروع؟ يعني ببساطه، هل المقاول من حقه يطالب باكستنشن اوف تايم؟ الفيت جاوب على ده بوضوح في اكتر من بند، في سب كلوز 13.3 فاريشن بروسيدور، او سب كلوز 8.4 اكستنشن اوف تايم اوف كومبليشن. وطبعا بيكون على حسب الحاله. لو عندنا الفاريشن من نوع الاديشنال وورك، الاضافه هتكون غالبا بتساوي وقت اضافي. لو الشغل الجديد كبير او معقد او بيأثر على الكريتيكال باص، المقاول بيحق ليه انه يطلب تمديد. طب ايه الخطوات اللي المقاول هيعملها علشان يحفظ حقه؟ هيقدم نوتيفيكيشن خلال 28 يوم او عدد الايام المذكوره في التعاقد من استلام الانستراكشن من الاستشاري، ويقدم سكادول محدث بيوضح تاثير الفاريشن عليه. لو تم اضافه 3 مباني اداريه للمشروع، المقاول بيطالب بتمديد وليكن مثلا 100 يوم مع تقديم ديلي اناليسيز واضح للاستشاري. لكن لو الفاريشن من نوع التعديل الموديفيكيشن، مش كل تعديل بيكون ليه تاثير زمني، لازم نرجع نسال هل التعديل هيعطل التنفيذ؟ هل هيغير طريقه الشغل؟ طيب ايه الاجراءات اللي المقاول هيعملها؟ هيعمل تحليل للتاثير الزمني تايم امباكت اناليسيز، ويقدم مطالبه مبرره بديلي اناليسيز. الاستشاري هيقرر اذا كان في تمديد ولا لا طبقا لسيب كلوز 13.3.1. يعني مثلا لو غيرنا نوع الاساسات من شالو فاونديشن لديب فاونديشن، دون هياخد وقت اطول. هنا المقاول هيقدم كليم بتمديد مدعوم ببرنامج زمني منطقي ومحكوم. لو الفاريشن عندنا حذف اوميشن اوف وورك، هل حذف الشغل بيعتبر اختصار للمده؟ مش شرط. مش كل حذف هو تقليل في المده، لازم يكون في تحليل فعلي. هل النشاط كان على مسار الحرج؟ هل في انشطه تانية متاثره بالحذف؟ والاستشاري هو اللي بيقيم التاثير وبيصدر القرار طبقا للسب كلوز 8.4. يعني مثلا لو تم حذف اعمال تشطيبات كامله لمبنى فرعي، تحليل الجدول الزمني بيقول ان ممكن نقلل 15 يوم من مده المشروع. يعني الخلاصه مش اي فاريشن بياخد وقت، لكن اي وقت لازم يكون ليه تحليل وتاثير مثبت، ومش مقبول نطلب تمديد لمجرد ان في تغيير حصل. اللي مش مكتوب ما يتحسبش. الجمله دي مش مبالغه، دي قاعده ذهبيه في اداره الفاريشنز داخل المشاريع. لو حصل تغيير فعلي في المشروع بس ما فيهوش ورق رسمي، المقاول مش من حقه يطالب بتكلفه ولا بتمديد وقت ولا حتى باعتراف بوجود التغيير اصلا.
وعلشان كده فيديك شدد في اكتر من بند ان كل خطوه في الاجراءات الفاريشنز لازم تتوثق. طيب التوثيق الرسمي هيشمل ايه؟ اول حاجه انستراكشن من الاستشاري، بروبوزل من المقاول، RFI لو في اي استفسار، والفاريشن اوردر ريكويست طلب امر التغيير بيطلع من الاستشاري وممضي عليه من المالك، وانجينير ريسبونس بالموافقه او التعديل او الرفض، وكليم نوتس لو في مطالبه زمنيه او ماليه، وديترمينيشن صادر من الاستشاري حسب سب كلوز 3.5. طيب ليه التوثيق ده بيكون مهم؟ لان المقاول محتاج يثبت فعلا انه اتبع الاجراءات صح، ان التغيير تم بموافقه المالك، وانه هو فعلا اتاثر بالزمن وبالتكلفه. وبدون توثيق اي مطالبه ممكن تترفض بالكامل حتى لو حصل التغيير على ارض الموقع. ونخلي بالنا ان في مقاولين بيبداوا شغل الفاريشن عشان في ان في موافقه بتيجي بعد كده، وده بيكون خطر كبير لان المالك ممكن يقول لك انا ما طلبتش. الاستثناء الوحيد هو حالات السيفتي والجوده، وده طبعا لازم يتوثق فورا بعد التنفيذ. لحد دلوقتي احنا بنتكلم عن التغيير كأداة مرنة، لكن الحقيقة ان مش اي تغيير بيكون مقبول، ولا كل تعديل نقدر نعتبره فاريشن. الفيديك حط قيود واضحة في سب كلوز 13.1 و 13.5 علشان يحمي العقد من تحويله لعقد جديد. طيب امتى التغيير يتجاوز المسموح؟ التغيير بيفضل مقبول طول ما هو داخل نطاق المشروع في السكوب اوف كونتراكت. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش نغير جوهر المشروع، ما ينفعش نضيف شغل جديد كليا يغير طبيعه العقد، ما ينفعش نحذف بنود بغرض تنفيذه عن طريق طرف ثالث من غير اتفاق المقاول الرئيسي. طيب تعالوا نشوفه على حسب الحاله. لو احنا اديشنال اوف ورك هو يكون مسموح، لكن بشروط ان التغيير يفضل داخل الاطار العام للسكوب بتاع المشروع، لازم يكون ضمن صلاحيات الاستشاري حسب سب كلوز 13.1. يعني مثلا اضافه غرفه خدمات او سور خارجي مسموح بيه، لكن اضافه مبنى اداري كامل محتاج ملحق تعاقدي جديد. طيب في حاله الموديفيكيشن هو مسموح بيه، لكن برضه بشروط التعديل ما يغيرش طريقه التنفيذ الاصليه بشكل جوهري، وما ياثرش على شروط السيفتي او البيئه او المدد بطريقه غير مدروسه. يعني مثلا تغيير نوع مواسير او طريقه تنفيذ السقف مسموح بيه، لكن تغيير كامل لطريقه الاساسات من شالو فاونديشن لديب فاونديشن ويغير الديزاين خالص محتاج تفاوض وربما تسعير جديد. وبرضه في حاله الاوميشن اوف ورك هو مسموح بيه، لكن بتحذيرات شديده. ما ينفعش نحذف شغل عشان نديه لمقاول تاني بدون موافقه المقاول الرئيسي، وما ينفعش الحذف يكون بنيه تقليل التزامات المالك تجاه المقاول. الخلاصه ان الفاريشن لازم يكون تعديل ذكي في المشروع، مش محاوله لاعاده اختراع المشروع ولا وسيله للالتفاف على العقد. التغيير في المشاريع دايما بيكون فيه احتمال للخلاف، سواء خلاف على ان التغيير ده فاريشن اصلا، او على سعره، او على وقته، او على حتى على طريقه اعتماده. وساعتها السؤال المهم بيكون مين اللي ليه كلمه الاخيره وازاي نحل الخلاف. طيب تعالوا نعرف ايه الاسباب الشائعه اللي بتعمل نزاع على الفاريشن. اول حاجه اختلاف التعريف، الاستشاري شايف ان شغل من ضمن العقد، والمقاول شايف ان الفاريشن يستحق فلوس وزمن. تاني حاجه خلاف على التسعير، المقاول بيقدم سعر والاستشاري شايف ان هو مبالغ فيه. تالت حاجه عدم وجود تعليمات مكتوبه، المقاول بدا في تنفيذ بناء على كلام شفوي، ولما طلب فلوس الملك انكر ان في فاريشن. رابع حاجه التنفيذ من طرف ثالث بدون اتفاق، بند اتحذف وبعدين اتنفذ عن طريق مقاول تاني من غير ما يتم الرجوع للمقاول الاصلي. طب ايه الخطوات اللي نتعامل فيها مع النزاع على حسب الفريق؟ اول حاجه بنرجع للعقد، بنفتح كلوز 13 ونقارن التغيير بالبنود الاصليه، هل هو فعلا خارج عن نطاق المشروع؟ هل في سند قانوني بيخليه فاريشن؟ تاني حاجه التوثيق الكامل، اي طلب او اي اعتراض او مطالبه لازم يكون مكتوب، كليم نوتس او انجينير ديترمينيشن او ريسبونس رسمي، اللي مش مكتوب صعب ان هو يتناقش. تالت حاجه التفاوض الودي، اول طريقه لحل النزاع هو التفاوض المباشر ما بين المقاول والاستشاري والمالك، لو تم الاتفاق بيتوثق القرار وبيتحرك المشروع. رابع حاجه هو دور الاستشاري في سب كلوز 3.5، الاستشاري ليه سلطه اتخاذ القرار في الخلافات الفنيه والتعاقديه عن طريق اصدار ديترمينيشن قرار ملزم للطرفين مؤقتا. خامس حاجه اللجوء للدي اي بي او التحكيم، لو الموضوع متحلش بنروح للتحكيم حسب اجراءات العقد او القانون المحلي، ودي بتكون اخر مرحله بنلجا ليها لما كل الوسائل الوديه بتفشل. الخلاصه عندنا ان الخلاف مش دايما مشكله، المشكله الحقيقيه لما يكونش عندك ورق متوثق ولما تتصرف من غير ما ترجع لبنود العقد. مش كل فاريشن ينفع نتعامل معاه كانه تفصيله بسيطه جوه المشروع، ساعات الفاريشن بيزيد عن الحد، وساعات بيتحول من اداه مرنه لتعديل جوهري بيحتاج لعقد جديد او على الاقل كونتراكت ادندم. طب السؤال هنا، هل في حد معين لقيمه الفاريشن اللي يخليني اوقف واقول استنوا لازم نعمل ملحق للعقد؟ في عقود الفيديك نفسها ما بيحطش نسبه محدده كنقطه فاصله، لكنها بتقول بشكل صريح لو الفاريشنز بقت كبيره وبتاثر على طبيعه المشروع او مدته او شروط الدفع، يبقى لازم نروح لملحق تعاقدي وبموافقه رسميه. طب ايه الحالات اللي تستدعي ان انا اعمل كونتراكت ادندم؟ اول حاجه لو في زياده كبيره في قيمه الفاريشن، لو التغييرات عدت مثلا من 10 ل 15% من قيمه العقد، لو عندي تغيير جوهري في مده التنفيذ زي مثلا اكستنشن اوف تايم زاد عن السنه او بيغير في تسلسل التسليمات. تالت حاجة تعديل في شروط الدفع زي تغيير جدول الدفعات أو إضافة مرحلة تسليم جديدة. رابع حاجة إضافة أعمال خارج النطاق الأصلي للمشروع زي إنشاء مبنى إداري جديد أو مرحلة تنفيذية ما كانتش مذكورة في العقد الأساسي. طيب هي في جهات بتحدد نسب معينة؟ عندنا بعض الجهات الحكومية أو الجهات الممولة زي البنك الدولي بيشترطوا إصدار ملحق تعاقدي لو التغيير زاد من 10 ل 15% من قيمة العقد. كل ما التغيير يكبر
كل ما لازم نقف ونسال هل المشروع لسه زي ما اتفقنا عليه في العقد ولا بقى محتاج عقد جديد فعليا، لان الملحق التعاقدي مش رفاهيه، دي وسيله لحمايه كل الاطراف لما نطاق الشغل يخرج عن النص. الفاريشن مش خطر، هي اداه مرنه ومنظمه ومشروعه، بس لازم نفهمه ونطبقه صح ونوثقه علشان مشروعك يكمل من غير مفاجآت.